الصراع العربي الإسرائيلي يؤثر في الفكر الإسرائيلي تأثيرا مباشرا. اليهودي يريد أن يعرف العرب ويريد أن يعرف المسلمين، لأنه يعلم أنه بدون هذه المعرفة لن يستطيع أن يتغلب عليهم، ولن يستطيع حتى أن يكون سيد مصيره بينهم. فمن هنا زاد الاهتمام جدا بمعرفة اللغة العربية ومعرفة الإسلام، وكان هذا شيء من لوازم الفكر اليهودي منذ البداية. يعني وأنا طالب عندهم قرار من الجامعة العبرية بعمل لجنة لحصر كل الألفاظ العربية التي وردت في شواهد لم تفرغ في المعاجم العربية. هؤلاء الناس يجرون على طريقة الاستقصاء. كان عندهم من البطاقات التي سجلت عليها نصوص من الشعر والنثر العربي الذي يحتج به حوالي 1,000,000 بطاقة. أنهم اهتمام اليهود بالفكر العربي قوي جدا، ولا يقابله اهتمام عربي بالفكر اليهودي. أنا لا أقول أننا مضطرين أننا نصل في هذا الاهتمام إلى نفس مستوى اهتمام اليهود بالفكر العربي، لسبب، وهو أن العصارة الأساسية من الثقافة ومن الحيوية في هذه المنطقة هي عربية إسلامية، وهذا العود هو مزروع بطريقة التطعيم الزراعي على جذع شجرة عربية وإسلامية، فهو لابد أن يعرف جميع العصارات والألياف الموجودة في داخل هذا الجذع. إنما نحن أيضا لابد أن نكون على خبرة دقيقة بهذا العود الغريب المنغرس في الجذع على الجذور، الذي يتغذى على الجذور العربية والإسلامية في هذه المنطقة.